السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحارى العالم. وايت ساند، صحراء الجبس البيضاء التي تحير العلماء. أنت تحسب أن الصحراء كلها رمال صفراء وحرارة لا تطاق، فماذا لو قلت لك إن هناك صحراء في أمريكا رمالها بيضاء كالثلج، باردة على القدمين، وتلمع تحت القمر كأنها منثورة من الفضة؟ أنا قناة صحارى العالم، واليوم نأخذك في رحلة إلى مكان لا يصدقه العقل، إلى حديقة وايت ساندز الوطنية في ولاية نيو مكسيكو، أكبر صحراء جبس في العالم، 270 كيلومترا مربعا من رمال بيضاء ناصعة، وسماء زرقاء تلتقي بها، وشمس تحرق والرمال تحتك باردة. فما سر هذا البياض؟ ولماذا لا تسخن كبقية الصحاري؟ ولماذا سماها العلماء الصحراء المستحيلة؟ تعال نفتح ملف وايت ساندز معا. قبل 12,000 سنة كان هذا المكان بحيرة عميقة تسمى بحيرة لوبوك، وكانت المياه مملوءة بمعدن الجبس المذاب، وعندما تبخرت المياه بسبب تغير المناخ تركت وراءها طبقة سميكة من بلورات الجبس. والجبس يا صديقي له خاصية عجيبة، إنه لا يمتص الحرارة كالرمال العادية، بل يعكسها، ولذلك فإن رمال وايت ساندز تكون باردة حتى في عز الظهيرة، تستطيع أن تمشي عليها حافي القدمين والشمس فوق رأسك. والرياح هنا لعبت دورها، حملت بلورات الجبس وكسرتها إلى حبات صغيرة ناعمة، وصنعت منها كثبانا تصل ارتفاعاتها إلى 12 مترا، وتحرك هذه الكثبان كل سنة نحو الشرق بسبب الرياح القوية. والأعجب أن هذا الجبس لونه أبيض ناصع، لأنه نقي جدا، خال من الشوائب وأكاسيد الحديد التي تلون الرمال الصفراء والحمراء. وعندما يأتي الليل تتحول وايت ساندز إلى لوحة فنية. القمر يضيء الرمال البيضاء فتلمع كأنها مغطاة بالثلج، والسماء هنا من أصفى سماء في العالم، لا تلوث ضوئية ولا غيوم. ولذلك تأتي ناسا إلى هذا المكان لتجربة المركبات الفضائية، لأنها تشبه سطح القمر والمريخ. ولكن وايت ساندز ليست جميلة فقط، إنها مقبرة للحياة أيضا. فكيف تعيش الكائنات على جبس أبيض لا يمسك الماء ولا يعطي غذاء؟ العلماء وجدوا هنا كائنات تحيروا فيها. هناك سحلية صغيرة لونها أبيض تماما كلون الرمال، وهناك فأر الكنغر الأبيض، وفراشة ليلية بيضاء، وكلها تطورت لتأخذ لون الصحراء حتى لا يراها الأعداء. وهذه الظاهرة يسميها العلماء التطور اللوني السريع. في أقل من 10,000 سنة تغير لون هذه الحيوانات من البني إلى الأبيض، وهذا زمن قصير جدا في مقياس التطور. والأغرب من الحيوانات هو النبات. هناك شجرة اليوكا وشجرة القطن الصحراوي، وكلاهما له جذور تصل إلى 20 مترا تحت الأرض، لتبحث عن الماء الذي يتجمع تحت طبقة الجبس. ولكن وايت ساندز لها وجه آخر مظلم. في سنة 1945 كانت الحكومة الأمريكية تجرب أول قنبلة نووية في التاريخ، وكان مكان التجربة على بعد 100 كيلومتر فقط من وايت ساندز، وكان اسم العملية ترينيتي. والعلماء يقولون إن الحرارة الشديدة للانفجار صهرت رمال الجبس وصنعت منها زجاجا أخضر غريبا، ولذلك تجد في بعض أطراف الصحراء قطعا صغيرة من هذا الزجاج تلمع بين الرمال البيضاء. ولكن الخطر لم ينتهي هنا. في سنة 2018 وجد العلماء في وايت ساندز آثار أقدام بشرية متحجرة، وعندما فحصوها بالكربون المشع وجدوا أن عمرها 23,000 سنة، وهذا يعني أن الإنسان وصل إلى الأمريكتين قبل 5,000 سنة مما كنا نعتقد. وصحراء الجبس البيضاء كانت هي الشاهد على هذا السر. والسؤال الذي يحير الجيولوجيين حتى الآن هو: من أين جاءت كل هذه الكمية من الجبس؟ البحيرة القديمة كانت صغيرة، والكمية التي تبقت هائلة. فبعض العلماء يقولون إن هناك مصدرا تحت الأرض لا نعرفه بعد، وبعضهم يقول إن الرياح جلبت الجبس من جبال بعيدة خلال آلاف السنين. والحقيقة أن وايت ساندز لا تزال تكشف أسرارها شيئا فشيئا. وفي سنة 2019 أصبحت وايت ساندز حديقة وطنية رسميا، وتأتيها الآن أكثر من 600,000 زائر كل سنة.
والناس يأتون لثلاثة أسباب. الأول، التزحلج على الرمال بألواح خاصة، لأن رمال الجبس ناعمة جدا. الثاني، التصوير الفوتوغرافي، لأن غروب الشمس هنا يصنع ألوانا لا تصدق. الثالث، النظر إلى النجوم، فالسماء هنا صافية لدرجة أنك ترى مجرة درب التبانة بالعين المجردة. ولكن هناك قانون غريب في وايت ساندز، لا يسمح لك أن تأخذ من الرمال ولو حفنة واحدة، لأن الجبس هذا مورد نادر، وإذا أخذ كل زائر قليلا لاختفت الصحراء خلال سنوات. والعلماء الآن يدرسون وايت ساندز لسبب آخر، إنهم يعتقدون أن هذه الصحراء تشبه بيئة المريخ، والرمال البيضاء هنا قد تساعدنا على فهم كيف كان المريخ قبل ملايين السنين. والأعجب أن ناسا زرعت في وايت ساندز أجهزة استشعار تقيس الرياح والحرارة والرطوبة، لتجرب المعدات التي سترسل إلى المريخ. يعني أنت واقف على أرض بيضاء في نيو مكسيكو، ولكنك في الحقيقة واقف على قطعة من المريخ. والسؤال الذي يجب أن نسأله الآن هو: لماذا لا توجد صحراء مثلها في العالم العربي؟ الإجابة أن الجبس النقي هذا يحتاج إلى بحيرة مالحة جدا ثم جفاف تام. وهذا ما حدث في وايت ساندز قبل 12,000 سنة، ولم يحدث بنفس الدقة في صحرائنا. ولكن هذا لا يمنع أن صحراءنا العربية لها سحرها الخاص، فرمالها الذهبية تحكي قصص القوافل والأنبياء. وصحارى العالم تقول لك: كل صحراء في الأرض لها سر، ولها روح، ولها حكاية لم تكتب بعد. ولو أعجبك الفيديو، ولو كانت هذه أول مرة تسمع عن صحراء بيضاء كالثلج، اشترك في قناة صحارى العالم وفعل الجرس، لأن القادم سنأخذك إلى صحراء أتاكاما حيث لا تمطر السماء أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.